عليكم اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في القناه ديالي شيوات مريم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه بلافوكا. لهاد الكيكه هذه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق فورس، غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، غادي نحتاجو شويه د الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل، غادي نحتاجو هنايا 200 غرام ديال السكر سنيده، وواحد 100 غرام ديال معجون الافوكا. كناخدو لافوكا وحده تكون متوسطه الحجم وكنمعكوها مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا، يعني كتولي ناعمه. غادي نحتاجو هنايا واحد الكاس مع مرش ديال الحليب، تقريبا واحد 100 مليلتر. غادي نحتاجو هنايا واحد جوج خمارات حمر كيماويين من وزن 8 غرام، وواحد ساشيه ديال سكر فانيلا منكه بالفانيلا من وزن 7 غرام. هنايا غادي ناخد هاد 4 ديال البيضات هادو، غادي نوضعهم في البانيو اللي غادي نخدم فيه كلشي. غادي نضيف عليهم هنايا ديك 200 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليهم هاد الساشيه ديال السكر الفانيلا، وغادي نضيف عليهم هنايا ديك قريصه د الملحه، غير شويه د الملحه صافي. وغادي نطرب كلشي مزيان، نطرب الكهربائي، غادي نطربو مزيان يعني حتى يتضاعف الحجم ديال هاد البيض هذا والسكر سنيده، ويولي الشكل ديالو يعني مائل للبياض صافي. ونرجع معكم صافي من بعد ما هنايا طربت مزيان البيض والسكر سنيده حتى تضاعف هنايا الحجم ديالهم كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف هنايا غادي نضيف هنايا ديك 100 غرام ديال لافوكا، معكتها مزيان بالفورشيط كيف ما كتشوفوا حتى ولات على هذا الشكل هذا. غادي نضيف هنايا ديك معلقه كبيره ديال الخل صافي. وغادي نضيف هنايا داك الكاس مع مرش ديال الحليب، حليب راه بارد ما دافي ما حتى حاجه صافي. وغادي نعاود نخلط مزيان هاد العناصر هذه. صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان العناصر اللي ضفت، غادي دابا ندوز للدقيق الخميره الكيماويه. غادي نبدا نضيف في الدقيق هنايا بشويه بشويه، وغادي نضيف معاه هاد زوج ساشيات ديال الخميره الكيماويه ونخلط كلشي صافي. غادي نبقى نضيف بحال هكا. طبيعه الحال هنايا راني غربلت الدقيق، الطحين غادي نبدا نضيف فيه هكا ونخلط في اتجاه واحد حتى يدخل مزيان. صافي غادي نبقى مستمره بنفس هاد الطريقه هذه حتى ندخل هاد الدقيق هذا مزيان مع هاد الخليط هذا صافي. دابا من بعد ما دخلت الدقيق كامل في الخليط كيكون على هاد الشكل هذا صافي. دابا خديت هنايا المول ديال الكيكه، دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نشد دابا هاد الخليط هذا ونضيفو هكا من بعد ما ضفت الخليط كامل في الاناء ديال الكيكه. غادي ندخلها للفران على درجه حراره متوسطه، بطبيعه الحال الفران يكون بارد صافي. ونخليوها حتى طيب. منين ندخلو يعني فيها موس نلقاوه يعني ناشف ما يخرجش لنا فيه العجين
صافي نشعلوا عليها من الفوق باش تحمر ونخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه. دابا من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، بطبيعه الحال الكيكه كنخليوها من 40 حتى ل 45 دقيقه وهي تطيب. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفران زينتها بشويه ديال السكر كلاصي، وضعت طريفات ديال لافوكا من الفوق غير للتزيين فقط. غادي نقطع هنايا طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي على هذا الشكل هذا. يعني نقدموا الكيكه للعائله ديالنا بطريقه مختلفه وبمذاق مختلف. كنقدم لكم هذه الوصفه هذه ديال اليوم بالصحه والراحه، وكنتمنى الا عجبتكم الفكره ديال اليوم ما تنساوش ابوناو في القناه ديالي شهوة مريم وديروا جيم الفيديو ديالي.